هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم 5 أمان. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن شركة من الكيانات التأمينية العملاقة في السوق المصري، واللي بدأت من 5 سنين بس، 5 سنين بس في السوق المصري، وهي شركة مدى للتأمين. وهي شركة طبعا شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 81 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 95 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. تم تأسيس شركة مدى للتأمين في شهر مارس 2020، أي ما يقرب من 5 سنين، برأس مال مرخص 1.5 مليار جنيه، ورأس مال مصدر ومدفوع 150 مليون جنيه. حصلت شركة مدى للتأمين على ترخيص مزاولة نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بالسوق المصري من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 42 في 25 يونيو 2020. تضم شركة مدى كبار المساهمين. كبار المساهمين؟ نشوف مين المساهمين. منهم شركة سويدي للأسمنت نسبة المساهمة 25%، شركة التأمين الوطنية نسبة المساهمة 25%، بالإضافة إلى نسبة من رجال أعمال مجموعة سويدي والتي تقدر نسبة المساهمة بالشركة ل 50%. ولضمان الحماية الكاملة لحقوق حملة الوثائق وأيضا لحقوق المساهمين، بتقوم الشركة بإعادة تأمين المخاطر اللي تفوق قدراتها الاستيعابية لدى أكبر شركات إعادة التأمين في العالم والمصنفين من قبل هيئات التصنيف العالمية. هنخرج لفاصل عشان نشوف مع بعض تقرير عن الشركة، وهنرجع نستقبل ضيفنا الأستاذ وليد سيد مصطفى، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مدى للتأمين، واللي على فكرة فرض اسمه بقوة فعلا، مش مجاملة، لأني أنا لسه أول مرة هلتقي بيه. فرض اسمه فعلا بقوة على ساحة التأمين وحقق نجاحات تحسب له في مسيرة عمله في قطاع التأمين. وعلى فكرة هو مواليد شهر 7، وأنا عن نفسي بحب مواليد الشهر ده. هقول لكم ليه. الشهر ده فيه نجوم كبار قوي على المستوى العالمي، زي مثلا توم هانكس. طبعا أول ما أقول توم هانكس يعني الأسطورة. طيب ومين كمان؟ توم كروز، شهر 7. فطبعا الشهر ده بيجيب شخصيات كده بيفرضوا نفسهم على الساحة اللي هم بيشتغلوا فيها عشان نقول الله مين ده؟ احنا عايزين نسمعه. ما تيجوا بقى نشوف التقرير ده ونستقبل نجم مصر في قطاع التأمين الأستاذ وليد سيد، وهنرجع لكم واوعوا تروحوا في أي حتة تانية، ويلا بينا. شركة مدى بدأت عمل تنفيذي في سبتمبر سنة 20، وقدرت تحقق في 30/6/21 70 مليون جنيه تقريبا. السنوات اللي بعد منها اتضاعف على طول، يعني السنة اللي بعد منها اتضاعف هذا الرقم، وفضلنا في النمو ده لغاية ما وصلنا سنة 24 لحوالي 500 مليون جنيه، وده لثقة العملاء فينا والوسطة وما شابه ذلك. احنا داخلين على مرحلة
المرحلة دي هيبقى فيها شوية تحديات وتحديثات إلكترونية جاية بالفكر مع الإدارة التنفيذية الجديدة، لأنها بتنادي بكده. بنبدأ في تنفيذها خلال الأول، مش هقول بقى الشهور اللي جاية، لا خلال الأيام اللي جاية. زائد إن إحنا بنوسع القاعدة مع شركات الوساطة والوسطاء الأفراد عشان خاطر نوصل لاستمرارية ونجاح الشركة، لأن المنافسة شرسة طبعا ما بين الشركات، وده حق مشروع لكل الشركات إن هم يحدثوا كل شيء عندهم عشان خاطر يقدروا يستنوا في السوق خلال الفترة اللي جاية. احنا فتحنا فرعين، وفي طريقنا ان شاء الله ان احنا نفتح فرعين اخرين، واحد في مدينة نصر كمنطقة جغرافية الناحية التانية من القاهرة، وفرع في اسكندرية على اعتبار ان اسكندرية طبعا فيها بيزنس كتير، فكان لازم نفتح في اسكندرية، وده فتحناه يمكن من بداية ما ابتدينا الشركة. كان اول فرع اسكندرية. في طريقنا ان شاء الله ان احنا هنغطي منطقة البحر الاحمر عن طريق الغردقة، وبنفكر برضو في وسط الدلتا. فدي ان شاء الله خلال الشهور البسيطة اللي جاية ان شاء الله هنكون شرعنا وعملناها بإذن الله. بالنسبة لفرع اسكندرية، وده كان فرع زي ما قلت أنشئ مع بداية الشركة، جاب المرجو منه وهو في طريقه للنمو، ونمو حتى نمو سريع. بالنسبة لفرع مدينة نصر بادئ كبير، والحمد لله حقق خطته، والموازنات اللي بتتحط له سنويا خلال السنتين اللي فاتوا حققهم، وبنسبة نمو كمان تزيد عن 100%. نتائجنا ممتازة جدا. احنا كل سنة بنقدر نجدد بطاقة استيعابية أكبر بشروط أفضل، لأن النتائج ممتازة، زائد إن الأقساط بتاعتنا اللي معاد التأمين بيتوقعها بنحققها وبأزيد كمان. الطاقة الاستيعابية بتاعتنا احنا زدناها السنة دي حوالي 20%، وزودنا في كل فروع التأمين. وطبعا الطاقة الاستيعابية معيد التأمين لما بيلاقي فيه مصداقية من شركة التأمين ونتائجها كويسة بيتجاوب معها في التجديدات. عندنا الليدر بتاعنا ثالث أكبر شركة إعادة تأمين في العالم وهي هانوفر ري، وعندنا أكبر شركة إعادة تأمين في أفريقيا وهي أفريكا ري، وعندنا أكبر شركة إعادة تأمين في آسيا وهي GIC، زائد شركات تأمين تانيين معتمدين من الهيئة. ودلوقتي الشركات الأفريقية هي بيبقى لها حصة كبيرة في السوق المصري، أفريكان ري وكونتيننتال ري. الاثنين دول من أفريقيا، والاثنين دول واخدين حصة كبيرة جدا من السوق المصري. طبعا مواعيد التأمين في الخارج ده لازم أي شركة تأمين قبل ما تتعاقد مع مواعيد التأمين لازم تشوف الملاءة المالية بتاعته والمصداقية بتاعته، وكمان البلد اللي فيها مواعيد التأمين لازم يكون مستقر سياسيا ومستقر ماليا عشان ما يبقاش في مشاكل بعد كده. احنا بنحقق متوسط عدد الاستثمار في حوالي من 25-26%، وده نتيجة ارتفاع الأسعار الفايدة على أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية. متوقعين السنة دي نعمل برضو عائد حوالي 80 مليون جنيه تقريبا، وده هيخلي استثماراتنا توصل بحوالي نص مليار إن شاء الله بإذن الله. ده من غير فائض الكتاب اللي المتوقع الشركات تدخله، فاحنا متوقعين نروح ل 500 مليون جنيه في نهايه سنه 2025 ان شاء الله. احنا عندنا قرار الهيئه رقم 2 لسنه 25 صدر في شهر 2 اللي فات، ده قرار مهم جدا للاستثمار في شركات التامين عموما. فتح قناه استثماريه جديده لشركات التامين. كانت الاول شركات التامين عندها الاستثمارات متركزه في ادوات الدين واسهم وحاجات عقاريه فقط. لا، دلوقتي فتح قنوات لاستثمارات مختلفه، صناديق السلع والمعادن. ممكن شركات التامين تستثمر في الذهب دلوقتي، صناديق الاستثمار العقاري بدل ما تاخد عقار برقم كبير 30-40 مليون ممكن تستثمر في صندوق عقاري مثلا مليون جنيه 2 مليون. ففتح المجال. فتحنا كمان سندات التوريق والصكوك، كل دي ادوات مختلفه. وطبعا الهيئه اجبرت شركات التامين تستثمر في البورصه جزء من راس مالها بالنسبه للاموال المخصصه و5% من الاموال الحره. فطبعا ده شيء مهم جدا، لازم الشركات تتواكب مع القواعد دي، ودي قواعد مهمه جدا وهتنمي عوائد شركات الاستثمار، لان شركات الاستثمار لازم بقى تتوسع في مجالات الاستثمار، ودي عوائدها اعلى من ادوات الدين. فمتوقعين ده هيبقى خير لشركات التامين، بس شركات يعني تبقى حذره في تطبيق القواعد دي هتحقق نتائج كويسه جدا.
النهارده حضرتك لما نبص على مثلا البورصه في 3 4 سنين اللي فاتت كنا بنعمل عوائد حوالي، احنا كان استثمار في البورصه عملنا في 2022 23 50% على الفلوس الاستثمار في البورصه. النهارده اذون خزانه او ادوات الدين بتدي 27 28%، فانت حضرتك بتتكلم في ضعف العائد تقريبا. فده شيء مهم الشركات تتنوع وتوصل للحته دي، هتعلي العوائد، هتزود ارباح الشركات، هيرفع العائد على الاستثمارات والعائد لحقوق المساهمين كمان. الوضع بالنسبة لشركة مدى إن التحول الرقمي دوت شيء مهم جدا وسبب نجاح أي شركة تأمين، وبالتالي ده إحنا ركزنا عليه جدا في شركتنا وتعاقدنا ونفذنا سيستم من أحسن السيستمز اللي موجودة في السوق سواء المصري أو العالمي، لأن هو سيستم عالمي متكامل في نظام فني وفي نظام مالي، وبالتالي بنقدر نستخرج البيانات بشكل دقيق وبيفيد التوب مانجمنت في اتخاذ القرارات السريعة. وبالنسبة لموضوع الربط مع الهيئة كان بالنسبة لنا سهل جدا، لأن زي ما قلت لحضرتك السيستم بتاعنا سمارت، فبالتالي قدرنا نوفي متطلبات الهيئة بربط الاي بي اي بالسيستم بتاعنا. بالنسبة لقرار 139 باشمهندس شربيني هيوضح لحضرتك التحديات والإنجازات اللي احنا وصلنا لها في موضوع قرار 139 مع هيئة الرقابة المالية. بناء على قرار 139 اللي صادر من الهيئه العامه للرقابه الماليه، ومن اهم التحديات اللي قابلناها ان احنا لازم نوائم القرارات اللي طالعه من الهيئه، ومن التحديات اللي قابلتنا برضو في تحديث البيانات والاورينتيشن ميتنجز اللي بتحصل للموظفين كتوعيه وبالنظام الامن السيبراني الحديث، ولازم الابديتس اللي حصلت والتحديثات اللي حصلت على البنيه التحتيه لينا من الخدمات السحابيه والخدمات المتواجده في المكان. احنا بدأنا تطبيقه من 2024 بناء على القرار، واحنا شغالين فيه لحد دلوقتي لحد ما نطلع الفريم ورك المطلوب نهائي ونقدمه للهيئه العامه للرقابه الماليه، واحنا قطعنا شوط كبير قوي في الموضوع، والحمد لله ماشي بتوجيهات الهيئه وتوجيهات الاداره العليا. في البدايه انا عايزه اقول ان ايمج اي شركه تامين هي اداره التعويضات، وبالتالي الصلاحيات اللي بناخدها ان ازاي اتعامل مع العميل بتاعتي لازم تكون ميسره ومسهله ان انا اقدم له احسن خدمه ياخدها مني. عندي صلاحياتي طبعا ان انا بتعامل بسرعه جدا مع البروكر، مع العميل نفسه عن طريق الايميل، عن طريق رقم التليفون، الموبايل بتاعنا متاح 24 ساعه. مجرد ما بيحصل اخطار حادثه او بيبلغني باي حاجه بنكلف خبير، لو انا مش موجوده الخبير ده بيروح له بسرعه جدا، بيتواصل معايا خلال ساعات يمكن، بحيث ان احنا نكون متواجدين معاه باسرع وقت ممكن. وانس ان بيحصل حادثه والعميل بيخطرني بيها، انا بتواصل معاه دايركت، وبعديها بقول له ايه اللي مطلوب من حضرتك من مستندات، سواء يعني مثلا لو في حادثه حريق بيبقى مطلوب مني لازم محضر شرطه، تقرير نيابه، تقرير معمل جنائي. الحاجات دي لازم العميل يقدمها، وانا بتواصل معاه فيها لحد ما بنخلص. لو في محتاج مننا حاجه بنبقى معاه، الخبير بيبقى موجود معاه، مندوب التعويض نفسه بيبقى موجود معاه. مجرد ما بيخلص مستنداته وبتكتمل كل حاجه بالفواتير بالاصلاح بكل حاجه، بناخد وقت تقريبا رينج من 5 ل7 ايام عمل لصرف التعويض. طبعا النصيحه اللي انا حابه اقدمها للمستثمر ان هو يتواصل مباشره بمجرد وقوع اي حادث في اي وقت باي طريقه بتبقى مكتوبه على الوثيقه بارقام تليفوناتنا الشخصيه، احنا بنبقى متاحين 24 ساعه للتعويضات، ويقدم المستندات باقصى سرعه علشان ياخد فلوسه في اقصى سرعه. ورجعنا ليكم ومعانا الأستاذ وليد سيد، نجم في قطاع التأمين. أنا مش هتكلم، ما يلا نرحب بيه. وليد بيه أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور طارق، ومتشكر جدا على المقدمة. يعني حضرتك يعني ما شاء الله عليك، من ساعة ما عملت البرنامج ده واحنا متابعينك، وبرنامج ناجح من أول يوم. أشكر ذوقك، ومتشكر جدا على الاستضافة وعلى التقرير وعلى كل حاجة كويسة. أهلا بيك، ونورت مدينة الإنتاج وبرنامج 5 أمان، وببارك لك على المنصب اللي فعلا كل الناس قالوا فعلا شخصية في شركة مدى عرفت تختار الشخصية اللي تدير شركة مدى. ألف مبروك. ربنا يخليك، شكرا لذوق حضرتك جدا، وألف شكر، وربنا يجعلنا عند حسن ظن الناس كلها وعند حسن ظن المساهمين والإدارة العليا،
وبنشكر طبعا الاداره اللي كانت قبلي، وان شاء الله يبقى في حاجه افضل للشركه باذن الله في الفتره القليله الجايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. عايزين إن شاء الله. نكلم المشاهد اللي بيهتم طبعا، لان البرنامج حضرتك عارف ان هو متخصص جدا في نشر الوعي التاميني وقطاع التامين بصفه خاصه. تمام. عايزين نتكلم عن مستجدات في قطاع التامين والساحه التامينيه في مصر، مستجدات فيها، ايه راي حضرتك فيها؟ والله خلينا نقول نبدا بالقانون الموحد، القانون التامين الموحد اللي صدر في شهر 7/24. وطبعا بنشكر الهيئه العامه للرقابه الماليه وكل والاتحاد المصري للتامين وكل المسؤولين عن قطاع التامين، لان انا شايف ان القانون ده واتكلمت عنه كتير يعني كخبير استشاري موجود في الماركت من قبل ما اروح شركه مدى، ان القانون الجديد فيه فعلا بوتنشال جدا للسوق ان هو ممكن يكبر، وخاصه في الجزء بتاع الشركات المتخصصه، ان يبقى في شركات تامين متخصصه لمتناهي الصغر، والقطاع ده لسه يعني ما اتعملش فيه الطفره اللي المفروض ان هي تتعمل، وكان في نقص في وعي التاميني شويه، وكان البرودكت ده بيبقى من ضمن البرودكتس اللي موجوده في اداره الحريق وفي اداره الحوادث. ما كانش واخد حقه، وهو يستاهل ان هو ياخد حقه، لان انا بوصل لكل القطاعات اللي موجوده في البلد، سواء يعني التوب او انا بتكلم في ناس متوسطي الدخل ومحدودي الدخل كمان. انا بوصل لهم وبقدر اعمل لهم برودكت وبقدر احميهم، وبيحسوا ان هم موجودين من ضمن المنظومه اللي موجوده. وكمان دايما متناهي الصغر بيبقى نتائجه كويسه جدا في التعويضات، بتوصل لجميع شرائح المجتمع بالظبط، اللي المفروض فعلا تستهدف بالظبط التامين. وده كدور من ادوار الهامه للتامين عموما، ان احنا دايما مساهمين في الاقتصاد الدوله فعلا، ومساهمين في حمايه الاموال والمدخرات والاشخاص والارواح والممتلكات، فده دور من الادوار اللي بيلعبها التامين. وفي مصر الحمد لله زي ما بقول لحضرتك القانون الجديد لا في غير شركات تامين كمان متناهي الصغر، شركات تامين طبي متخصصه. ممتاز. وانا شايف ان ده مع منظومه التامين الصحي الجديد ده كان مطلوب قوي ان هو يبقى موجود. اذا هيئه الرقابه الماليه عملت مجهود غير عادي علشان توصل بالقانون دوت لشرايح المجتمع اللي كانت مهمشه. خليني اقول لحضرتك ان احنا كنا اخر قانون كنا بنشتغل عليه 10 لسنه 81. يعني حضرتك احنا بنتكلم في فتره طويله جدا حقيقة. فطبعا هو القانون ظهر للنور بعد فتره طويله، لان هو خد طبعا العديد من المجهود والمناقشات واكيد يعني هو ما وصلش للدرجه دي بسهوله يعني. فبنشكر طبعا كل القائمين على اعداد القانون، وبنتمنى ان هو يكون نقله حضاريه للسوق التامين المصري. كمان في نقطه مهمه قوي في القانون انا شايفها يعني في ناس كتير طبعا شايفاها صعبه، بس انا شايفها ان هي مهمه جدا انها اتعملت، وهي زياده رؤوس اموال الشركات. فعلا. يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا في العالم كله وشفنا ان في تحريك لاسعار العمله اكيد، وبالذات طبعا في مصر بعد ما حصل ديفالويشن، حصل التعويم اكتر من مره. بقى قيمه الجنيه قدام العملات الاجنبيه قلت بكتير. دي حقيقه. فيعني الاول كنا بنقول ان كان في حد ادنى راس مال شركه تامين 60 مليون جنيه ووصلنا ل 100 مليون جنيه. ايوه. المبلغ ده دلوقتي لو انت حسبته بالدولار يعني انت بتتكلم في 2 مليون دولار بالظبط. طبعا بالزبط. مبلغ زهيد جدا أكيد. كشركه تامين أكيد. وما بيديش الحمايه قوي للمؤمن ليه لما بالزبط. يجي او العميل بتاعنا المستثمر لازم يحس ان شركه تامين قويه، وان شركه تامين قادره على سداد التزاماتها، وده السبب الرئيسي والاساس اصلا. يعني اول حاجه هيئه الرقابه الماليه، هيئه العامه للرقابه الماليه بتقول ليها هي حمايه حمله الوثائق، والهدف الرئيسي ليها حمايه حقوق حمله الوثائق. دي حقيقه فعلا. فبالتالي انت بتزود الثقه في السوق، بتزود الثقه في شركات التامين، بتقويها. غير كده القرارات اللي نزلت كمان بعد القانون فيما يخص الاستثمارات اللي هو القرار رقم 2 فيما يخص الاستثمارات، احنا بنتكلم ان انت عندك لازم يبقى في تنوع في قنوات الاستثمار. فتحت المجال لشركات التامين علشان تقول لهم اتفضلوا مجالات مختلفه بالزبط. علشان تنموا بالظبط. وعايزين ننمي قطاع البورصه مثلا على سبيل المثال. طبعا. ويبقى في نسبه للاستثمار في قطاع البورصه. ايوه. وطبعا كل قنوات الاستثمار الاخرى، اذون الخزانه والعقارات يعني الودائع بالبنوك، كل حاجه موجوده. بس كويس ان يبقى في تنوع، وكويس ان انا اطلب منك ان انت يبقى عندك نسب معينه للاستثمار في مجالات مختلفه. بالظبط.
الحاجه برضو الكويسه طبعا الهيئه طول عمرها بتشرف عليها. أيوة. وشركات التامين بالنسبه لها دي حمايه جدا، والعملاء دي حمايه جدا لاي عميل، ان يبقى في مخصصات كافيه. ايوه. وده قرار رقم 4 مم. بالمخصصات المطلوبه تاني وطريقه حسابها والكلام ده كله. ايوه. الحاجه بقى المهمه قوي مم. اللي احنا بنقول عليها دلوقتي، اللي انا شايفها ايوه. نقله برضو، هي موضوع الربط الالكتروني. دي مهمه جدا جدا. في التطور الرهيب اللي جاي بيه العالم، واللي هيقف هيموت. بالظبط. هيقف هيموت. كله دلوقتي بنسمع عن الاي اي، وبنسمع طبعا. عن الديجيتال سوليوشنز، أيوة. وبنسمع عن كل الحلول الرقميه المطلوبه والالكترونيه. كل الناس دلوقتي بقت ديجيتال. حقيقة صح فعلا، وكان لازم القرار ده فعلا طور نفسك، والا مش هتبقى أكيد. موجود في السوق. اكيد. فده كان قرار برضو من القرارات الهامه جدا. وطبعا برضو المعيار المحاسبي الجديد، ايوه. ده يعني الناس كلها يعني المعيار المحاسبي الجديد انا شايف ان هو اكبر هدف منه طبعا مع توحيد ادوات القياس اللي احنا بنقيس بيها الميزانيات الشركات. يعني. انا بخلي اي حد يقدر يفهم ان هو يقرا ميزانيه. ايوه. وبعدين كل حاجه خلاص في شفافيه وفي افصاح، فخلاص كل واحد لازم يمشي بسيستم معين. كل الناس ماشيه، يعني كل الشركات ماشيه بنفس السيستم. بالظبط، علشان يجي الشمول المالي يتحقق صح. بالظبط. بالظبط. صح كده. اكيد. يجي لمدى وشركه مدى ورؤيه حضرتك ان شاء الله باذن الله هو انت خطفتني. ما انا بص، انا اصلي انت اسم خطفتني، حضرتك بس في السوق. احنا يعني ما ينفعش اقول لك انت بالذات. انا شايف ان البرنامج بتاعك كويس جدا. اشكر ذوقك. وطبعا انا لسه انا بادئ يعني لسه يمكن ده اول اسبوع ليا. دي حقيقة. طبعا شركه مدى هي شركه تامين، شركه مساهمه مصريه بدات في 2020. بص انا بشكر كل الناس اللي موجوده، بشكر الزملاء كلهم العاملين والموظفين وكل الناس اللي موجوده، والاداره اللي كانت قبلي والمساهمين والاداره الحاليه، ان هم بداوا برضو في وقت صعب جدا. حضرتك لو تفتكر 2020 ده كان جائحه كورونا. الدنيا واقفه. لا طبعا. بداوا في وقت صعب. طبعا. فطبعا ان هم نوصل للي احنا حاليا يعني، ونكمل عليه ان شاء الله، بنحدثه ونطوره ونعمل اللي المساهمين طالبينه. دي حاجه مهمه وتشالنج، انا شايفه تحدي يعني، ان شاء الله نكون قده باذن الله. باذن الله. وانا شايف ان انا ليا يعني الزملاء اللي موجوده في الشركه كلهم ناس متعاونه، وكلهم ناس البروفايل كويس وان شاء الله يعني. حضرتك شفت حتى الريبورت يعني، انا بصراحه اتبسطت منه جدا. قمه في التخصص، واللي كل واحد عارف هو بيقول ايه وفي مكانه. حتى جزئيه التعويضات اتكلموا عنها ازاي. أيوة. مستحدثات اللي بتحصل في سوق الاي اي وكده. بالظبط. لا انا عايز اقول لك كمان ان يمكن البرنامج بتاعك ده قربنا كتير من بعض، احنا اكتر ان احنا شفنا بعض، واحنا فعلا بنتكلم عن الشركه بشكل كويس قوي. الناس القديمه والناس الجديده والناس اللي موجوده والناس اللي حتى الناس اللي كان يعني موجوده وكان ليها دور. كل الناس بنشكرها. فيعني ان شاء الله يعني يبقى في الاسم يبقى احسن من كده كمان، ونكبر اكتر من كده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. عايزين نتكلم عن منتجات اللي بتقدمها مدى، وايه الوضع داخل الشركه واللي بتقدمه في سوق التامين المصري. تمام. خلينا نقول ان احنا شركه قطاع خاص، شركه نون لايف، بنشتغل في تامين الممتلكات، التامينات العامه. فبالتالي احنا عندنا كل البرودكتس تقريبا اللي هي خاصه بالتامينات العامه، زي تامينات الحريق، تامينات الحريق طبعا بجميع الاخطار، بجميع الاخطار الصناعيه، بجميع الاخطار الفنادق، كل ما يخص قطاع الحريق، بالاي بي اي، بالال ام 7، بكل الوردنجز اللي ممكن تكون موجوده. ممتاز. دي طبعا معتمده وبنشتغل عليها. طبعا احنا بنتكلم ان اي وردنج موجود في السوق المصري، اي شركه تامين بتشتغل بيه، لازم يكون معتمد من الهيئه العامه للرقابه الماليه. دي حقيقه. تمام. فانا بكلمك ان المعتمد عندنا طبعا وثائق الهندسي بجميع انواعها طبعا، بكل السب لاينز اللي تحت الهندسي، زي السي ار، زي الاي ار، يعني تامين جميع الاخطار للمقاولين، تامين جميع اخطار التركيب وعطل الماكينات، واخطار الات ومعدات المقاولين البريه، والمعدات الالكترونيه. في اكتر من نوع تحت كل لاين اوف بزنس، في سب لاينز كتير. مهم جدا. في الحوادث، قطاع الحوادث بيبقى فيه طبعا الحوادث الشخصيه طبعا. بتبقى على العمال، وبتبقى على المديرين، وبتبقى على الناس اللي بتشتغل في مواقع عمل. فدي طبعا مهمه جدا برضه. وبيبقى فيه طبعا تامينات مسؤوليات، دي كتيره جدا جدا جدا، انواع كتيره جدا. ده قطاع كبير، بحر كبير. طبعا. وبعدين في التامين البحري والبري،
واجسام السفن، مم. وفي التامين الطبي، قطاع التامين الطبي، مم. وفي قطاع السيارات. كل دول برودكتس موجوده في الشركه، وما زلنا حاليا يعني بندرس كمان احنا ممكن نعتمد برودكتس جديده. في بعض البرودكتس مطلوب اعتمادها، وان شاء الله هنعتمدها من الهيئه العامه للرقابه الماليه. ايه ال القطاع اللي تقول الشركه عندي متميزه فيه جدا وواخده فيه حيز قوي جدا في السوق المصري؟ بص، احنا عندنا قطاع الطبي، وهو كأي شركة تأمين بتبدأ بيبقى في قطاع الطبي وقطاع السيارات بياخدوا بورشن كبير قوي او برسنتج كبيره قوي من اقساط الشركه. ده طبيعي في اي شركه تأمين طبعا. فقطاع الطبي عندنا هو يعتبر من القطاعات اللي واخده نسبه كبيره، وقطاع السيارات. لكن احنا هدفنا الفتره الجايه ان احنا نعمل زي ما بنقول كده ايه بورتفوليو ميكس محترم او بالانس بورتفوليو محترمه، يعني نعمل محفظه متوازنه، محفظه تأمين متوازنه، نشتغل بكل الادارات بنفس القوه. تمام. هو ده الهدف وهو ده اللي احنا هنشتغل عليه، ومن دي وانا احنا اتكلمنا فيه سواء مع مجلس الاداره او مع الزملاء في الشركه والمديرين ورؤساء القطاعات ان احنا محتاجين نشتغل في كل اللاينز بنفس القوه. وده انا شايف ان هو هيبقى بالنسبه لنا حاجه مش صعبه قوي، لان احنا الحمد لله علاقاتنا بالسوق بره وبالبروكرز وبنطور القطاع حتى الدايركت بيزنس والحاجات دي كلها علاقاتنا كويسه ونقدر نعمل شغل كويس. واللي بيفيدنا واللي بيحمينا ان احنا عندنا اتفاقيه اعاده تامين محترمه مع كلهم ريتد ايه، الليدر عندنا من اكبر معيد التامين اللي موجودين في العالم. فالحمد لله والشكر لله ده بيدينا برضو فلكسبيليتي ان احنا نقدر ناخد شغل اكبر وبزنس اكتر. ممتاز. عايز نتطرق لجزئيه، المستثمر المصري ما بيجي يعمل استثمار في مصر بيبقى عايز شركه بروفيشنال تقدر تقول له انت جاي تشتغل في ايه؟ مواد غذائيه، حديد، تسليح، ايه القطاع اللي هتشتغل فيه؟ فعايز شركه متخصصه تعرف تدير له جميع الاخطار وتقول له انت في النهج ده سيفتي تماما. تمام. تنصح بايه اي رجل اعمال جاي يعمل مشروع تمام. في مصر؟ خلينا نقول ان احنا كل الشركات اللي موجوده في مصر بصراحه من الشركات المحترمه جدا، بدايه من شركه مصر التامين، الشركه اللي الشركه الكبيره، كل شركات القطاع الخاص اللي موجوده. تمام. في شركات توب في الماركت كبيره بدون ذكر اسماء. طب. كل الشركات عندها امكانيه ان هي تجذب المستثمر، بس انا بقول ان اللي بيفرق هو الخدمه. حقيقة. في الاخر الخدمه والكواليتي بتاعت الاستاف اللي هيخدم على العميل، واللي هيشرح له ايه اللي هو المطلوب، واللي هيشرح له التغطيه الصح. بالظبط. بصرف النظر عن المنافسه السعريه اللي انا بشوفها ان هي ضاره جدا للسوق. دي طبعا يعني بصراحه يعني وصلنا في وقت لدرجه كانت صعبه قوي في موضوع المنافسه السعريه. دي حقيقة. انا لازم اخد الخطر على اساس يبقى عندي اندررايتنج جايد لاينز، عندي يعني بنقول ارشادات اكتتاب، او عندي يعني سياسه اكتتابيه محترمه بالزبط. اقدر امشي عليها وتتناسب مع مواعيد التامين بتاعي وتتناسب مع القطاعات اللي شغاله عندي في الشركه، عشان اعرف ابيع صح للعميل. ما انا لازم لما ببيع له حاجه افهمه هذه الوثيقه هي مناسبه ليك وشروطها كذا وتغطياتها كذا واستثناءاتها كذا. بالظبط. ده دور من ادوار انك بتبين له. بالظبط. ده دور من ادوارنا احنا، ودور اصيل من دور البروكر لو في بروكر في النص. بالظبط. والحمد لله برضو يعني البروكرز يعني انا شايف في تطور قوي في قطاع الوسطاء طبعا في الفتره الاخيره، وبرضو الهيئه العامه للرقابه الماليه في ليها متطلبات في موضوع الوسطاء ده، والدورات اللي بياخدوها الوسطاء واللايسنس اللي بياخدوها بشكل معين. انا شايف ان الموضوع ده بقى احسن كتير قوي من الاول. بالظبط. في وسطاء كتيره بنقعد معاهم بنلاقي ما شاء الله عليهم ان هم فاهمين كويس قوي، يعني هم فاهمين بشكل طبعا كويس قوي. يعني فده بيسهل عليك ان انت يعني تقدر انت معاه تفهم العميل وتكونوا ايد واحده، وهو طبعا بيخدم العميل بتاعه، ولازم يلاقي حد وراه وعنده تغطيه محترمه وعنده اعاده تامين محترمه وعنده اداره تعويضات محترمه سريعه، مش بالزبط. بس يعني مش بس هتصرف، ودي نجاح وتصرف بسرعه وتصرف عن حق. بالظبط. ما دام حضرتك عندك كفر او عندك تغطيه تامينيه وحضرتك دافع القسط بتاعك وعندك ما يفيد ان هذا الحادث تم بالشكل الفلاني وبعتنا خبير معاينه اكد على الحادث من الخبراء المعتمدين برضو من الهيئه العامه للرقابه الماليه والكلام ده كله، فاحنا بنقول في الاخر ان ده حق العميل وحق العميل لازم ياخده. لان انا بقول ان اكبر دعايه لاي شركه تامين هي التعويضات. تعويض
في المقام الاولاني الاصدار بالظبط. اسهل ما يكون بالظبط. في اي شركه تامين بتصدر اسهل ما يكون، انما تيجي عند اهم جزئيه بتهم المستثمر والعميل ان التعويض بتاعه اكيد طلع ازاي وخد وقت قد ايه، وهل في اي عراقيل قابلها مع الشركه ولا لا. بص حضرتك، خليني اقول لك ان سوق التامين صغير جدا. طب يعني على اللي احنا فيه ده والعدد طب. اللي احنا موجودين فيه، أكيد. سواء تامينات حياه او تامينات ممتلكات بتصل ل 41 شركه، لكن انا بقول لك ان سوق التامين صغير جدا، واقساط التامين ما شاء الله يعني الحمد لله الفتره الاخيره في زياده مستمره. يعني احنا السنه اللي فاتت كنا بنتكلم على قرب ال 62 مليار، احنا وصلنا لحاجه و80 مليار، ومتوقع ان شاء الله زياده مستمره. خلينا نقول برضو ان موضوع العمله ده او الديفالويشن كان ليه اثر ايجابي شويه على سوق التامين، مش كله سلبي. أكيد. الاثر الايجابي في اعاده تقييم الاصول. حضرتك كل حاجه زادت، فبالتالي انت محتاج عربيتك تزودها، بالظبط، محتاج الالات والمعدات اللي موجوده في المصنع تزودها، بالظبط، قيمه بالظبط. المباني، وان انت تعيد انشاء مبنى او تعيد تشطيبه او الكلام ده، محتاج ان انت الحاجات دي كلها تتواكب مع الاسعار الحاليه عشان ما يدخلش في النسبيه واضرارها وخليني برضو يعني معلش انا بقول اللي على لساني على طول. يعني انا مش متعمد اقول حاجه معينه، ولكن انا بشكر هنا الاتحاد والهيئه العامه للرقابه الماليه، لان هم عملوا، وشركات التامين كلها، بالظبط. لان هم شاركوا في حملات توعيه كويسه جدا خاصه بموضوع اعاده التقييم ده. كان ليها اثر ايجابي قوي جدا في القطاع. بالظبط. هو اولا كان حمايه آه. للمؤمن لهم. بالظبط. يعني خلينا نقول ان احنا مش بنقول كده عشان انا اخد قسط زياده، لا. بالظبط. لان انا معلش ما فيش قسط بيقابل تعويض. أكيد. يعني ما فيش قسط بيقابل تعويض. آه. احنا الاسعار عندنا برميل كلها، اغلبها برميل، يعني بتتكلم في ال1000. بالظبط. اسعار تامين السيارات في ال100، 100 ولكن حاجة في بسيطة. الاخر اللوس ريشيو بيبقى عالي في حاله حدوث كليم. تمام. غير ان انا هطبق على العميل لو حصل حاجه وهو اندر انشورد او هو مامن بمبلغ اقل من المبلغ اللي هو يجب التامين بيه، انا بطبق عليه شرط النسبيه. طب تمام. طبعا. فانا ممكن، لكن الهيئه والاتحاد وشركات التامين كلها شاركت في حملات توعيه محترمه جدا فيما يخص اعاده تقييم الاصول. دي كان مهمه جدا من الهيئه مصداقيه، والاتحاد، علشان تقول لجميع شركات التامين ما تسيبش العميل الا ما توصل له المعلومه دي. بالظبط. علشان بالزبط. يجي ساعه التعويض، الله طب ما قلتلوش ليه؟ ما وصلتلوش المعلومه ليه؟ بالظبط. فدي شيء ممتاز جدا. وده بيدي ثقه في سوق التامين. يعني هو ده بيدي ثقه في سوق التامين ككل. ان في مصداقيه، في ترانسبيرنسي، يعني انت كل حاجه في شفافيه وفي مصداقيه. بالظبط. وانت بلغت، يعني انت مش مستني ان انت تطبق شرط عشان تكسب منه، لا. انت بالزبط. الهدف الاساسي هو تعويض العميل ما دام تعويض مستحق. علشان الالات والمعدات اللي انت كنت جايبها لمشروعك ومصنعك ديت كنت جايبها ب 180 مليون وليكن، دلوقتي بعد التعويمات والكل اللي حصل من فروق عمله، بقى ال 180 مليون ديت بقى هتبقى في حيز 350. صحيح. فهل شركه التامين سابت العملاء بتوعها او ما وصلتلوش معلومه، او الوسيط ما وصلوش، او شركات الوساطه ما وصلوش؟ فكان لازم فعلا اللي حضرتك بتقوله دوت شيء مهم جدا، ان علشان ما يقعش في قصه النسبيه. بالظبط. واضرار النسبيه في ساعه التعويض. وخلينا نقول ان الحمد لله ان ده كان اتجاه عام. ايوه. يعني كل المنظومه اللي في قطاع التامين ساهمت في ان الاتجاه ده يوصل للعميل ويبقى فيه توعيه بيه. ايوه. لمصلحه المؤمن لهم ومصداقيه السوق، والحمد لله ده حصل وحصل بشكل كويس. ممتاز. انا عايز حضرتك تديني سبوت للمستثمر عنده فساد مخزون. عايزين نفهم بعض الناس، انت عندك منتجات معينه، عارف يعني ايه فساد مخزون، وعارف الوثيقه اللي عندك دي لو مش بتغطي فساد المخزون ضررك ايه؟ ممكن ندي هنت شويه للمشاهد. تمام. انت دي لسه جديده، انت جبت الفكره في ماشي. خلينا نقول ان مفيش وثيقه فساد مخزون بتطلع لوحدها. طبعا. اولا في وثيقه اسمها عطل ماكينات يعني او ماشينري بريك داون، أكيد. وعاده الماكينات دي هي ثلاجات. اكيد. تمام. بيبقى في ثلاجات موجود فيها مخزون، سواء المخزون ده مواد غذائيه او سواء ان هو ادويه بيحتاج لدرجه تجميد معينه وبيحتاج لوجود في الثلاجات بشكل معين. بالظبط. لو الثلاجات دي حصل لها عطل، بعمل حاجه اسمها فساد مخزون او ديتوريشن في ستوك. فساد المخزون ده لازم يبقى از ريزلت اوف الماشينري بريك داون، يعني ناتج عن عطل الماكينات. بالظبط. يعني الثلاجه حصل لها عطل او موتورها توقف،
ده هنا تمام؟ في الهندسي وليد بيه. بالظبط. بالظبط ما هو دي تخطيط هندسي، بالظبط. لكن ممكن تدخل في وثيقه جميع الاخطار بالظبط. الخاصه بالفنادق او الخاصه أيوة. بالمصانع اللي بتشتغل في زي ما بقول لحضرتك مواد غذائيه، مواد بتشتغل غذائية. في ادويه وما بالظبط. شابه يعني. طبعا. فطبعا دي وثيقه دي حاجه مهمه جدا. ايوه لان انت حضرتك في ثلاجات او في ثلاجات اصلا تخزين، اكيد. هو كل اللي موجود فيها ممكن يبوظ لو درجه الحراره دي قلت، يعني او ان هي ما بقتش للدرجه المناسبه. تمام؟ فاي عطل او اي تذبذب في التيار او طبعا. اي حاجه اثرت على المخزون ده نتيجه عطل الماكينات بتتغطى بفساد المحتويات. بالظبط. اذا من اهم التامينات المطلوبه في هذا القطاع ولاي مستثمر طبعا. شغال في. طبعا بالذات لو هو بيشتغل في القطاعات اللي معرضه لهذا الخطر. ما هو زي ما حضرتك انت قلت سؤال حلو قوي، قلت لي المستثمر عايز ايه عشان يشتغل. بالظبط. المستثمر عايز حد يقول له حضرتك بتشتغل في ايه؟ ايه أيوة. الاكتيفيتي بتاعك؟ بالظبط. كذا. طب مبلغ التامين بتاعك كام؟ أيوة. كذا. طب هو مبلغ التامين ده كافي؟ طب توزيعته ايه؟ كذا. عندك كام خطر جوه المكان؟ أيوة. كذا. كل ده بيفرق معايا وانا بسعر. تمام؟ وبعدين انا اقول له التغطيه اللي حضرتك ممكن تاخدها هي دي، لان في عملاء كتير قوي بتيجي تطلب تغطيه عاديه جدا ونمطيه جدا، لكن هي معرضه لاخطار اكتر من كده بكتير. بالظبط. فانا كراجل يعني موجود في اندرايتر او كوسيط لازم اوصل للعميل بتاعي احسن تغطيه ممكن ياخدها، واقول له من الاول ما هي مزايا التغطيه دي، والتغطيه اللي هو طالبها ايه مزاياها وايه عيوبها. تمام. عايزين نشوف ملامح التطوير والتحديث لشركه مدى للتامين، حضرتك شايفها ازاي؟ والله زي ما قلت لحضرتك احنا ان شاء الله عندنا برودكتس كتير قوي عايزين نعتمدها، نزود يعني يبقى عندنا كل البرودكتس اللي موجوده في الماركت، واي برودكت تاني مستحدث ممكن نتعاون فيه نبعت فيه لهيئه الرقابه الماليه ناخد اعتماد عليه. يعني بنفكر طبعا عندنا ان احنا نشتغل بعد كده ديجيتال. ممتاز. سوري. عفوا. ان احنا نشتغل بعد كده ديجيتال. طبعا في شركات سبقت في موضوع الديجيتال ده، بس انا شايف ان هو ده المستقبل زي ما اتكلمنا. فاحنا بنفكر ان احنا لازم نشتغل ديجيتال برضو. بنفكر ازاي نطور الادارات اللي عندنا، سواء بقى تطوير من الناحيه الالكترونيه او تطوير مهارات، بحيث ان يعني تدريب مطلوب للستاف اللي موجود. ممتاز. بعثات خارجيه او بعثات داخليه او يعني تدريب داخلي او خارجي ما عندناش اي مشكله. ممتاز. تطوير فعلا. طبعا العامل البشري هو اهم حاجه. البشري اساس نقول له احنا بنواكب السوق. بالظبط. هنشوف اتفاقيات اعاده تامين هل احنا ممكن نزودها تاني عشان تديني فلكسبيليتي اكتر او مرونه اكتر ان انا اخد اخطار اعلى من كده. كل ده على الاجنده، بس طبعا زي ما بقول لك انت خطفتني بعد يومين فيعني ان شاء الله يعني تلاقوا حاجه كويسه باذن الله. كان لازم نوريك يا جماعه الرقم على الشاشه قدامكم، شركه مدى وشركه كل السوق عمال يتكلم عليها. ازاي الشركه ديت طلعت في المده القصيره دي واسمها بقى موجود بقوه، ومستثمر بيجي يقول انا عايز اشتغل مع الشركه دي، وبيطلب من شركات الوساطه لازم يكون في تعاون بيننا وبين شركه مدى. طيب وليد بيه، انا عايز اقول لحضرتك خطه الشركه لتطوير نشاط تامين الحريق خلال الفتره المقبله، حضرتك شايفه ازاي؟ بص، هو خليني اقول لك ان انت جيت في الحته بتاعتي، لان انا طول عمري اصلا بروبرتي، فتامين الحريق هو من التامينات صعبه جدا. ايوه. والاندرايتر بتاعه يعني ما بينامش جدا، يعني احنا ما بننامش. انت خايف اي وقت يحصل اي حاجه، وخطر الحريق من الاخطار اللي ممكن في وقت كبير قوي تبقى توتال لوس، يبقى فيها يعني تلف كلي او هلاك كلي. فهو خطر صعب جدا. فانا مش بقول بس لمدى، انا بقول للماركت كله، بحكم ان انا كمان كنت لجنه حريق 16 سنه. طبعا. انا بقول للناس كلها في الحريق بالذات اشتغل صح. الاداره دي محتاجه شغل صح، محتاجه سياسه اكتتابيه صح، محتاجه معاينه قبل قبول الخطر، محتاجه توصيات تتابع، محتاجه تسعير صح واعاده تامين صح. اكتر اداره ممكن، طبعا كل ده احنا بنتكلم على اصول تامين، بس انا بتكلم ان اكتر اداره احنا بنقول عليها، ما دام انت جبت سيره اداره الحريق لازم يكون في بروتكشن. يعني دايما انا عندي مقوله بقولها ان حضرتك يعني قبل ما يحصل الخطر لازم تكون انت حاسب الخطر ده ممكن يبقى كام، حاسب الخطر ده ممكن يبقى ايه. بقول الوقايه اهم من العلاج. اكيد. انا لما بروح مصنع والاقي الناس عامله البروتكشن اللي عليها وعندها زي ما بيقولوا فاير بريكوشنز اللي هي وسائل وقايه ومنع ووسائل مكافحه، ايوه، اكتر من الفاير فايتنج فاسيلتيز اللي هي لما تحصل الحادثه
فانا بقول ان انا بحاول ان انا اقلل الخساره، بلاقي ان الناس دي فعلا بتطمني شويه ان هي عامله اللي عليها، عندها انذار، ممكن على طول في الوقت بعرف المكان فين اللي فيه الحادثه، فبتسهلي ان انا اروح المكان ده على طول جوه المصنع لو مصانع كبيره جدا ومساحات كبيره. عندها الكترونيك سبرينكلر سيستم، يعني بالزبط. لو انا كل ده المكان ده مقفول مساعده لمنع الخطر ان بالظبط. انا شايف زي ما نقول احنا بالمقوله اللي بالبلدي اللي احنا اتربينا عليها، أيوة. الوقايه خير من العلاج. حقيقه لان حادثه الحريق عشان تعرف تسيطر عليها، لو ما سيطرتش عليها في اول دقيقتين 3 تتفاقم، بالذات لو في، يعني احنا في الحريق بنسمي حاجه اسمها فاير لود. الفاير لود جوه المكان عالي، يعني انا مثلا بشتغل في نشاط ورق، بشتغل في نشاط بلاستيك، في بتروكيماويات، خطر عالي بالظبط. والاهم بقى بما اننا اتكلمنا على الحريق، ودايما بنصح بيه ان اي خبير رايح يعاين او اي موظف رايح يعاين مكان ما يفرحش قوي ان في طفايات كتير، وما يفرحش قوي ان في حاجات كتير، لازم يعرف الحاجات دي هل مناسبه لطبيعه الخطر ولا لا. بالظبط. لان مثلا دايما انا بمثل موضوع الكهرباء وموضوع الزيوت والبتروكيماويات. الكهرباء هل ينفع تطفيها بالميه؟ خالص. لازم تطفيها بسي او 2 او ثاني اكسيد الكربون مثلا، فور اكزامبل يعني. فعلا. الزيوت هل ينفع تطفيها بالميه؟ خالص. الزيت اخف من الميه، بياخد النار وبيمشي بيها وبياخد كل اللي معاه. فهي يعني، وفي الحريق برضو في الحته دي احنا بنقول ان ساعات خسائر الميه وخسائر المكافحه ممكن تبقى اكتر من خسائر الحريق والدخان. ليه؟ لان في كونسبت عندنا برضو في الاطفاء ان ميه. شايفين يا جماعه؟ عشان كده جبت لكم التقيل في السوق، كلام ربنا يخليك تعيش تعرفوا كويس قوي يعني ايه قامه تامينيه، عارفه كويس قوي شغاله ازاي، ويقدر المستثمر اما يقعد معاه يقول انا في ايد شركه قويه وهتحمي لي استثماراتي. وليد بيه، حضرتك شايف معدلات النمو اللي بتستهدفها شركه مدى في 2025 هتكون ازاي ان شاء الله؟ بص، هو السؤال ده يعني يمكن سبق شويه الاوانه بالنسبه لي. بالظبط. ولكن ان شاء الله يعني احنا ان شاء الله يعني يبقى عندنا معدلات نمو كويسه، مش ما تقلش عن 25 30% باذن الله يعني. ان شاء الله. بس احنا لسه بنرتب البيت من جوه، بنحاول نطور الدنيا شويه ونطور نفسينا شويه كلنا، وبنشتغل على اكتر من فايل واكتر من ملف. فان شاء الله يعني بنفاجئكم ان شاء الله باذن الله اخر السنه ده ان شاء الله باذن الله قريب جدا. هتلاقيني بنزل لكم تاني واقول لكم احنا معاكم عشان نشوف ان شاء الله التطور، المنافسه الشرسه، تحديات صناعه التامين ان شاء الله باذن الله التغلب عليها هيكون ازاي؟ بص، التغلب عليها بدا زي ما بقول لك يعني خطوات استباقيه برضو من رقيب هيئه الرقابه الماليه. القانون الجديد فيه حاجات كتير قوي بتحمي السوق. تمام. خلينا نقول ان احنا في تغيرات عالميه، يعني في التامين اصله عالمي، يعني هو كلمه تامين دي هي مش عندنا بس، ده احنا يعني من ايام ظهور التامين البحري والتامين الحريق في لندن وسوق انجلترا والكلام ده. فاحنا طبعا بنحاول ان احنا دايما نطور نفسينا، يعني بنطور السوق. فانا شايف في تغيرات، مثلا التغيرات المناخيه كلايمت تشينجز، ده فايل مرعب. وشفنا في الايام الاخيره الفيضانات اللي بتحصل والزلازل وحرائق الغابات والكلام ده كله. فاحنا الحاجات دي كلها احنا بنحاول ان احنا يبقى عندنا خطوات استباقيه ليها. دي اهم حاجه موجوده دلوقتي في الماركت، مع طبعا ضبط الاسعار والسياسه الاكتتابيه الخاصه بكل شركه. طب استثمارات مدى في التكنولوجيا والتحول الرقمي، حضرتك ان شاء الله هتكون في الاتجاه ده برضو؟ والله انا في الفايل ده بالذات ايوه انا بشكر الناس اللي عندنا اللي بتشتغل في الاي تي، وبشكر المساهمين اللي كانوا مهتمين جدا 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 ان يبقى في سيستم قوي، والاداره التنفيذيه طبعا والهيكل يعني الاداره العليا كلها، لان انا فعلا لقيت سيستم محترم وقوي، ومن اكتر السيستم اللي اتعمل فيها انفستمنت يعني مدفوع فيه كتير عشان نتواكب مع كل جديد وكل تطور موجود. وده انعكس زي ما قالت زميلتنا وزميلنا اللي موجودين في الاي تي، انعكس على موضوع الربط الالكتروني، انعكس على اي طلبات مطلوبه هي جاهزه عندنا، والريبورتات موجوده وكل حاجه جاهزه. خصوصا اسعدني وهي بتقول 5 ايام هتلاقي التعويض. دي قصه تانية يعني، دي قصه غير السيستم. هي احنا كنا بنتكلم ساعتها على اجراءات التعويض. ايوه. وكمان ان شاء الله تبقى اقل من كده، يعني احنا بنحاول دلوقتي، يعني انا فايل من الفايلات اللي بتكلم فيها ان احنا عايزين نعمل اس ال اي جديده، سيفل اجريمنت محترمه للاصدار وللتعويضات. ممتاز. ان شاء الله تبقى يعني خدمه افضل، كل يوم احنا عايزين نعمل افضل كلنا في الماركت ده، فان شاء الله يعني يبقى في حاجه افضل باذن الله.
ان شاء الله باذن الله. اهميه الربط بين شركه مدى للتامين والهيئه العامه للرقابه الماليه. انا بقول لحضرتك مش مدى بس، طبعا انا بتكلم ان الهيئه العامه للرقابه الماليه ده قرار صائب وقرار هيجيب نتائج كويسه جدا. قرار شكله كويس، ان احنا بنتكلم دايما كل الاهداف ان يبقى في افصاح وشفافيه في كل الفايلات، فدي حاجه كويسه جدا هتعود على الماركت كله كويس، وهتعود برضه ان هيبقى في ثقه ان انت كل حاجه متاحه وكل حاجه موجوده، وان انت كل الناس لازم تشتغل صح. بالظبط يعني بصراحه هو الماركت كله هيظبط الماركت كله. طب سؤال مهم قوي، الشراكات الاستراتيجيه اللي بتسعى مدى للتوسع فيها خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. والله بص، هي دي ليها كذا فايل وفي بزنس بلان احنا بنشتغل عليها ان شاء الله. فيعني دي ما ينفعش تتقال كده على بالظبط اكيد، بس احنا هندي جزئيه من لكن طبعا زي ما بقول لحضرتك، احنا دلوقتي بنحاول نوصل لشرايح مختلفه من العملاء، باضافه بعض المنتجات الجديده اللي ما كانتش موجوده، واللي ان شاء الله تجيب لنا شغل كويس وشغل يعني اقول لك يعني كبير ان شاء الله، واحنا شغالين على البروفايل ده، وان شاء الله نفاجئكم بحاجه كويسه باذن الله. طيب ايهما تسعى فكر حضرتك ان شاء الله اللي جاي؟ تحقيق ارباح كويسه لاصحاب راس المال ام تسعير عادل؟ بص خليني اقول لك ان مفيش كونفليكت في الموضوع ده. أيوة. الاثنين واجهين يعني عملتين، عمله واجهين لعمله واحده. بالظبط واجهين لعمله واحده. تمام. يعني ايه؟ يعني انا لو اشتغلت كويس وسعرت كويس انا هكسب، هعمل بروفيت. فهي الاثنين ماشيه في نفس الاتجاه. لازم اشتغل كويس واعمل تسعير كويس عشان اللاين بتاعي يكسب في الاخر، وفي الاخر لما انا اكسب كله هيكسب والمساهمين هيكسبوا. فهي طبعا. لا هي مفيش اي تعارض، بالعكس انا شايف الاثنين مكملين لبعض وبيأدوا الى نفس الاتجاه. الملفات المهمه لمدى في الوقت الحالي؟ زي ما بقول لحضرتك، احنا بنوضب البيت، يعني بنوضب المكان، الناس بنبدا نرتب نفسنا الاول عشان نعرف ننطلق شويه في السوق. طبعا احنا بنتعامل مع الحمد لله علاقتنا، احنا بروكرز فريندلي جدا، بنتعامل مع البروكرز كويس جدا، علاقتنا بيهم كويسه جدا. يعني الخبرات السابقه يعني ليا والزملاء معاهم الحمد لله كويسه جدا. فاحنا طبعا البروكرز بالنسبه لنا هم حاجه مهمه جدا جدا جدا. فاحنا نتعاون مع جميع البروكرز، سواء شركات او وسطاء فرديين، واحنا تحت امر الكل، واحنا شركه موجوده من الشركات اللي في السوق، لازم نبقى مميزين شويه. تميزنا هيبقى ان احنا ان شاء الله يبقى عندنا خدمه افضل سواء في الاصدار او في التعويضات، ويبقى عندنا ستاف كويس. احنا بنكمل برضو حاجه من اللي حضرتك سالت عليها، احنا برضو بنكمل ستاف مميز، بنحاول نجيب ستاف مميز برضو من الماركت للاماكن اللي محتاجه ستاف مميز مع الزملاء اللي موجودين. فان شاء الله يعني فريق العمل كله يبقى جاهز لاي تحديات. انا عندي مشكله ان انا بجري شويه، يعني انا سريع شويه في الخطوات، وبحب يعني اخلص كل حاجه على اكمل وجه وبسرعه. فدي اللي احنا ان شاء الله هنتفق ان دي كل اللي موجود ان شاء الله بيعمل نفس الحاجه، وانا لقيت الحمد لله يعني استجابه كويسه جدا باذن الله. كلمه لشركات الوساطه اخيره قبل ما هنختم، تقول لي ايه لشركات الوساطه اللي عايزين يتعاملوا مع مدى والوساطه؟ بص خليني اقول لك ان احنا الشركه مش جديده، هو في ناس بتتعامل طبعا وكده، بس طبعا يعني الحمد لله بحكم شغلي قبل كده وحكم تواجدي في الماركت، يعني انا 29 سنه في الماركت، علاقتي الحمد لله بالناس دي كلها كويسه، وكلهم يعني زملاء واخوه واصدقاء. فاحنا بنقول لهم ان احنا تحت امركم في اي حاجه، وكل الناس جاهزه في الشركه ان هي تخدمكم وان هي تخدم العميل بتاعكم وتحافظ عليه وتطوره، وبس مش هقول اكتر من كده. بالتوفيق دايما والنجاحات ان شاء الله باذن الله، وهنتابعكم دايما، هنكون معاكم بخطوات النجاح. وهقول في نهايه هذا اللقاء احب اشكر ضيفنا المتميز جدا، شكرا لك، القامه الكبيره في قطاع التامين، لاني هنا في البرنامج ما بنجيبش الا المتميزين جدا. احب اشكر ضيفنا العزيز الاستاذ وليد سيد، العضو منتدب لشركه مدى. اشكرك وليد بيه، نورتيني ونورت خمسة امان، وخطفتني برضه يعني، بس علشان ما ينفعش اقول لك لا. علشان اقول ان خمسة امان بيجيب القامات اللي زي حضرتك. شكرا لذوق حضرتك جدا. احب اشكر طاقم العمل كل وحده الكنترول والاعداد، الاستاذ علي قناوي الصحفي الكبير في جريده الاهرام، والاستاذ روان طارق، ومخرجتنا المتميزه ايمان رزق، والبروديوسر آية حسن عبد المجيد. ودايما اترككم في حفظ رب العالمين،
والقاكم دايما في امان. سلام.